قدم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي المعمر عرضا رسميا إلى النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم. والنصر أعلن أمس الثلاثاء إصابة بيتي بقطع في الرباط المتصالب للركبة اليسرى وغيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022 إلى 2023. وهذه الإصابة هي الثالثة للنجم الأرجنتيني منذ الانضمام إلى قلعة العالمي في صيف 2020 بعد الرباط الصليبي في 2021 ومشاكل القلب في 2022. وأعلن الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي تقديم الإدارة النصراوية عرضا إلى بيتي بدفع جميع رواتبه بالإضافة إلى التكفل بعلاجه من أجل إسقاط اسمه من قائمة الفريق. وأشار الرشيدي في تصريحات تلفزيونية إلى أن النصر يريد إسقاط اسم النجم الأرجنتيني من أجل الاستفادة من اللائحة التي تمنحه الحق في التعاقد مع لاعب أجنبي حر. ومن ناحيته كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني عن موقف بيتي مارتينيز من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. وأكد القحطاني على تمسك بيتي بالبقاء مع نادي النصر حيث أنه تلقى العديد من العروض منذ الصيف الماضي رفضها جميعا.